السلام عليكم، أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Fort Buckets for second level. Go ahead with the first deal. Edward 182 2949 Los MTS. أهلا بيكم في الحلقة رقم 13 من الموسم الجديد من قصص ميز. أحداث حلقة النهاردة غامضة ومأساوية وحصلت في الكاميرون، واسم الحلقة النفس الأخير. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. قبل شروق الشمس في يوم 22 أغسطس سنة 1986 صحي راجل اسمه إفرايم شي، وهو حاسس بالدوار والارتباك. قام قعد على السرير جوه بيته الصغير المصنوع من الطين، وبدأ يحاول يفتكر ايه اللي حصل الليلة اللي فاتت. كان حاسس ان في حاجة مهمة حصلت بس هو مش فاكر، ولكن وهو بيحاول يستعيد ذاكرته بدأ يحس انه مش قادر يجمع كل اللي حصل في الليلة اللي قبلها. لكنه كان فاكر حاجة واحدة بس، وهي ان في وقت ما في الليلة سمع صوت عالي جدا للرعد بره البيت. ومهما حاول إفرايم إن هو يركز مقدرش يفتكر قد إيه الوقت عدى من ساعة الصوت اللي سمعه وهو نايم. بعد كده قام بص من الشباك ولقى إن السما كانت صافية وما كانش فيه دليل على أي أمطار، وكان مستغرب لأنه حسب ذاكرته فكان فيه صوت رعد بالليل، فكان المفروض إن يكون فيه مطر. بعد كده فكر إنه محتاج يروح يطمن على ولاده الأربعة، ولكن لما إفرايم بدأ يتحرك جوه بيته كان حاسس إن جسمه فيه حاجة غلط، ولكنه بصعوبة قدر يخرج بره البيت ويقف قدامه. كانت القرية اللي عاش فيها إفرايم اسمها نيوس، وهي قرية ريفية تماما، ومفيهاش كهرباء ولا مية ولا طرق على مسافة كيلومترات كتير. وكانت بتنقسم القرية لجزئين، نيوس العلوية ونيوس السفلية. كان إبراهيم عايش في نيوس العلوية قريب من بحيرة نيوس الكبيرة، واللي بتعد واحدة من أجمل البحيرات في المكان. ولكن كان الغالبية من القرويين والفلاحين عايشين في نيوس السفلية، واللي أبعد من البحيرة شوية. وفي اليوم ده الصبح وبعد ما إبراهيم لقى نفسه واقف بره البيت من غير سبب، بدأ يبص حواليه على أمل إنه يلاقي أي حد يتكلم معاه. ولكنه هو بيبص لاحظ إن مفيش أي حد غيره في نيوس العلوية. بدأ يتنقل ما بين الشوارع بتاعة القرية، ولكنه ما كانش لاقي أي حد. وبعد استغرابه قرر إنه ينزل لقرية نيوس السفلية، فعشان كده بدأ يمشي في اتجاه الهضبة اللي هتاخده لاتجاه قرية نيوس السفلية. ولكن بعد ما وصل إفرايم لنص الطريق وقف لأنه فجأة انتبه إن كل حاجة حواليه ساكتة تماما. ودي حاجة غريبة جدا بالنسبة للقرية، لأن غالبا القرود في الغابات المجاورة كانت بتطلع أصوات، والحشرات والطيور، والمكان بيبقى فيه صوت للطبيعة. حتى البعوض المزعج اللي كان في المكان ما كانش موجود ولا ليه أي صوت، وكأن العالم وقف تماما. وهو مستغرب وواقف بيبص حواليه عشان يعرف فيه ايه، بدأ يسمع صراخ واحدة ست قريب من البحيرة في اتجاه اليمين. وبسرعة إبراهيم راح في الاتجاه ده عشان يشوف مين اللي بيصرخ. ولما قرب لقى إن في واحدة ست قاعدة في الأرض وبتصرخ، وكانت بتبصله. إبراهيم ما كانش عارف إيه اللي بيحصل، فبدأ يتجه للست دي عشان يشوفها، ولكنه بدأ يلاحظ أشكال غريبة على الأرض جنب الست دي. ولكن لما بدأ يقرب منها أكتر وقف في صدمة، ده لأن الأشكال اللي على الأرض كانت عيلة الست دي وهم كلهم ميتين. وبدأ يلاحظ إن الماشية كانت ميتة في كل مكان حواليهم. ولما قرب أكتر بدأ يلاحظ إن في دم حوالين بق ومناخير كل الناس اللي ميتة دي. وفي حالة من الهلع والرعب بدأ إبراهيم يبص على الست، واللي كانت عمالة بتصرخ وبتجري في اتجاه الجثث وبتحاول تسحب دراعاتهم عشان تصحيهم. إبراهيم ما كانش عارف يعمل إيه، وكان حاسس إنه المفروض يساعد الست دي، ولكنه كان في حالة من الصدمة بعد ما شاف كل الجثث بتاعت البني آدمين والحيوانات دي. فشعر بالفزع والخوف، وبعد كده لف وهرب.
وبدأ يجري في الاتجاه بتاع قرية نيوس السفلى. الأهالي اللي عايشين في قرية نيوس السفلية كانوا بيعيشوا في أكواخ صغيرة وكانوا قريبين جدا من بعض، وفي غالب الأيام الصبح كانت القرية بتكون في حالة من الحيوية. الأطفال كانوا بيلعبوا في كل مكان والحيوانات والماشية بتكون في الشارع. ولكن المرة دي وإفرايم بيجري في اتجاه القرية ما كانش سامع أي أصوات حواليه، ومجرد وصوله للشارع الرئيسي في قرية نيوس السفلى بدأ يشوف جثث الحيوانات الميتة في كل مكان. ومن رعبه بمجرد ما شاف أول كوخ في القرية اتجه ناحيته ودخله بسرعة. وجوه اتفزع لما شاف واحدة ست ميتة، وكان من الواضح إنها ماتت فجأة، ده لأنها ماتت وهي كانت بتاكل. وبعد فزعه دخل الأوضة اللي جنبها ولقى إن بقية العيلة كلهم كانوا ميتين في سرايرهم. إبراهيم بدأ يخرج من الكوخ في صدمة، وبعد كده خرج للشارع وفضل واقف في ذهول. وهنا بدأ يلاحظ إن كل الحيوانات اللي كانت مرمية في الأرض وميتة دي ما كانتش حيوانات، إنما كانت جثث أشخاص. وكان من الواضح على جثثهم إن هم حاولوا يقطعوا هدومهم قبل ما يموتوا. بدأ إبراهيم يمشي في الشارع في ذهول، وبعد فترة شاف شخصين جايين ناحيته، راجل وابنه، وكانوا بيجروا في الشارع. ولما قربوا منه لاحظ إفرايم إنهم باصين قدامهم وعيونهم مفتوحة بشكل واسع، وكان من الواضح إن هم مش شايفينه أصلا. إفرايم واقف عشان يستناهم يقربوا منه ويشوف هيعملوا إيه، ولكنهم مروا من جنبه وكأنهم مش شايفينه. الشخصين دول كانوا معديين من جنب كل الجثث اللي وقع في الأرض وما كانوش مهتمين. إبراهيم محاولش يوقفهم وكان بيبص عليهم وهم ماشيين في حالتهم الغريبة، وفضل باصص عليهم لحد ما شافهم إن هم اتجهوا للغابة واختفوا. وبدأ يحاول يدور على أي حد عايش عشان يعرف منه إيه اللي بيحصل. فبدأ يخبط على الأكواخ ويحاول يدخلهم، وكل مرة كان بيلاقي جثث جواها. ولكن عند واحد من الأكواخ لما إبراهيم خبط وحاول يفتح الباب لقى إن الباب اتفتح لوحده وخرج منه صاحب البيت. صاحب البيت كان اسمه جوزيف ماكوين، وكان في حالة أسوأ من إبراهيم. لما جوزيف كان في البيت الليلة اللي فاتت فجأة سمع صوت رعد عالي زي إبراهيم بالظبط. ومجرد ما سمع الصوت ده سمع بنته في سريرها وهي بتطلع أصوات اختناق فظيعة، فحس بالقلق وراح عشان يشوفها. ولكنه قبل ما يوصل لها ومجرد ما لمست رجله الأرض أغمى عليه. بعد كده صحي في الصبح في اليوم اللي بعده ولقى إن إيديه ورجليه كانوا متعورين بسبب الوقعة، وكان مرهق جدا ومش فاهم إيه اللي بيحصل زي إبراهيم بالظبط. بعد كده قدر يسحب نفسه بالعافية لحد سرير بنته وطلع عليه، ومجرد ما شاف بنته لقاها كانت ماتت. ولما جوزيف خرج من الكوخ وقابل إبراهيم كانوا هما الاتنين مش عارفين ايه اللي بيحصل، وفضلوا يبصوا لبعض لفترة. بعد كده هما الاتنين مدوا ايديهم وصافحوا بعض بهدوء. إبراهيم رجع للطريق وبدأ يمشي، وجوزيف اتبعه لفترة، ولكنه بعد كده انحرف ودخل لبيت جاره عشان يشوف لو هو لسه عايش. ولكن بمجرد ما دخل بيت الجيران لقى إن كل جيرانه كانوا ميتين. وهنا جوزيف قرر إن هما محتاجين مساعدة ضروري، فرجع بسرعة للكوخ بتاعه وطلع الموتوسيكل بتاعه وركب وفضل سايق لأقرب قرية منهم. ولما وصل هناك قابل أول ناس شافهم وحاول يفهمهم اللي حصل في قريته، بس كان من الصعب عليه إنه يعبر عن نفسه لأنه ما كانش مركز وكان في حالة هستيرية وما كانش مفهوم. وبدأ يتكلم إن قريته كلها ماتت وإنهم محتاجين يساعدوه. في قرية تانية محدش صدق اللي جوزيف كان بيحكيه ومحدش راح لقرية نيوس عشان يشوف اللي بيحصل. بس في اليوم اللي بعده مجموعة من الناس راحت لقرية نيوس ولقوا إن اللي جوزيف كان بيحكي عنه حصل بالظبط. القرية كلها ماتت. وبعد كده اكتشفوا إن مش قرية نيوس بس هي اللي حصل فيها كده، إنما في قرى تانية بالقرب منها. وبعد كده خلال أيام بدأ الناس في العالم كله يسمعوا عن اللي حصل في غرب أفريقيا. Куда лететь
وفي يوم 25 أغسطس واللي كان بعد 3 أيام من الحادث المأساوي ده، شاف العالم جوزيف ديفين واللي كان عالم أمريكي الأخبار اللي جاية من غرب أفريقيا على التلفزيون، وشاف إن جثث الناس كانت بتتم دفنها في مقابر جماعية. ديفين كان في حالة صدمة، وبعد كده اتصل بصاحبه في الحكومة الأمريكية وطلب منه إنه لازم يبعته لقرية نيوس. وبعد يومين وصل ديفين وشريكه هارولد سيجورتسون لنيوس، وشافوا الجيش الكاميروني وهو بيدفن الجثث في قبور جماعية، وشافوا الناجين القليلين جدا اللي نجوا من المأساة دي زي جوزيف وإفرايم. وبينما كان ديفين وصاحبه بيتمشوا في القرية، فبدأوا يسمعوا النظريات اللي الناس بتقولها حوالين الموت الجماعي ده، زي إنها ممكن كانت تكون تجربة سرية للحكومة أو انفجار نووي أو غيره. ولكن هما الاتنين كانوا عارفين إن مش ده هو اللي حصل، وده لأن قبل الحادثة دي بسنتين وفي منطقة اسمها بحيرة مانون واللي على بعد حوالي 70 كيلومتر جنوب نيوس، مات 37 شخص كلهم فجأة. وهناك تم إرسال ديفين وصاحبه للتحقيق في الحادث، وبعد كتير من التجارب وصلوا لنظرية، وحتى هم حاولوا يحذروا الناس من الحادث ده ممكن يحصل لمرة تانية. وكتب سيجورتسون بحث علمي كامل عن النظرية بتاعتهم دي ونشره في مجلة علمية مشهورة، بس محدش صدق ديفين ولا صاحبه، لأن اللي بيحكوا عنه كان بيبدو كأنه حكاية من الخيال. لكن دلوقتي في نيوس كانت نظريتهم صح، والخطر اللي نبهوا منه حصل. وبعد ما شافوا دفن الجثث طلعوا هما الاتنين لبحيرة نيوس عشان ياخدوا عينات من المية جوه البحيرة، وبعد ما جمعوا العينات دي رجعوا عشان يحللوها. وبعد التحليل عرفوا إن نظريتهم كانت صح. بحيرة نيوس مش بحيرة عادية، إنما هي بحيرة بركانية، وده اللي يعني إنها موجودة جوه فوهة بركانية كبيرة وعميقة، واللي اتكونت من انفجار بركاني في الماضي. وبسبب النشاط البركاني ده ففي كميات كبيرة جدا من غاز ثاني أكسيد الكربون موجودة في البحيرة دي. غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات قليلة مش سام، ولكن لو البني آدم اتنفسه لفترة كبيرة ممكن يكون ضار جدا، وده اللي بيسبب الشعور بالغثيان والتنفس بيكون أصعب، ولو استمرت الحالة فبتؤدي للموت. في بحيرة نيوس غاز ثاني أكسيد الكربون كان محبوس في قاع البحيرة من زمان، ولكن في ليلة 21 أغسطس سنة 1986 حصلت حاجة أدت لتحرير الغاز ده. في نفس الليلة اللي إبراهيم سمع فيها صوت الرعد بره البيت وجوزيف سمع نفس الصوت وما كانوش عارفين إيه اللي بيحصل، كان الصوت ده مرتبط بخروج الغاز من البحيرة، ومن المحتمل إنه كان ثوران بركاني. ومجرد وصول غاز ثاني أكسيد الكربون لسطح المية بدأ يشكل سحابة كبيرة من الغاز السام اللي ملهاش لون ولا ريحة، وبدأت السحابة الضخمة جدا دي تتحرك في اتجاه قرية نيوس. وبمجرد ما عدت على الحيوانات والبشر والحشرات بدأوا كلهم يختنقوا، والقليلين اللي نجوا زي إفرايم وجوزيف كان أغمى عليهم بسبب تنفسهم للغاز ده. حادثة بحيرة نيوس هي واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية، عدد الموتى وصل لأكتر من 1700 شخص و3500 حيوان، ولكن لحد دلوقتي محدش يقدر يحصر الأعداد دي بشكل دقيق. وبعد مرور الوقت رجعت الناس تسكن تاني في قرية نيوس، حتى إبراهيم رجع لبيته برغم من تحذير السلطات إن البحيرة ما زالت خطيرة وإن الحدث ده ممكن يحصل تاني في أي وقت. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، بوديو، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.